استفتاء عدى عليه أكتر من 1000 بني آدم. موضوع الاستفتاء كان لو حضرتك إلى الآن لسه مش متزوج، ولما بتسأل المتزوجين اللي حواليك لما بتقول لهم أتجوز ولا ما أتجوزش تنصحوني أعمل إيه؟ 35% كانت الإجابة نعم، الآخرين اللي حواليا بينصحوني أتجوز. 65% كانت الإجابة لا، كل اللي حواليا بيقولوا لي ما تتجوز. فظهر هنا سؤال بديهي، طب المجموعة ال 65% اللي كل اللي حواليهم بيقول لهم ما تتجوزوش، هم شخصيا ليه متزوجين إلى الآن؟ ليه هم قاعدين جوه منظومة هم شخصيا بيشتكوا منها؟ لما اتناقشنا في هذا الموضوع كانت الإجابة أحيانا بسبب الأولاد، أحيانا لأن في سكن، أحيانا لأن في نفقة. فكانت الإجابة إذن في امتيازات لا يمكن الاستغناء عنها. فكانت الإجابة في فعلا بعض الامتيازات، ولكن برضو إحنا مش مرتاحين. ولما بنسأل نفس المجموعة دي مرة تانية، طيب أنت تقدر ترجع لحياتك القديمة من غير زوج أو زوجة أو أولاد أو نفقة أو سكن أو أيا كان الحاجة اللي أنت شايف إن هي ميزة تستحق إنك أنت تكمل عشانها؟ في لحظة صدق مع الذات بتكون الإجابة لا، ما نقدرش نرجع. وهو ده مربط الفرس، إن كل الناس بتشتكي من حاجة هم شخصيا ما يقدروش يستغنوا عنها. المجموعة دي بتعمل دعاية سلبية لمنتج هم شخصيا بيستهلكوا منه كل يوم، ودي فاجعة كبيرة جدا في المجتمع. إني أكون باكل لكن أنا مش عايز اللي حواليا ياكلوا. وأظن والله تعالى أعلى وأعلم إن في مجموعة منهم ليست بالقليلة بيبقوا خايفين من العين والحسد. حياتهم جميلة بس هم مش عايزين يقولوا، حياتهم مستقرة بس هم مش عايزين يحسسوا اللي حواليهم ان هم مستقرين. وبناء عليه انا بنصح حضرتك انك انت ما تسمعش لحد، لان ولا حد في الحدود اللي انت كنت بتتكلم معاهم دول يقدر يسيب اللي هو فيه. محدش يقدر يسيب اولاده ولا بيته ولا مستوى الانفاق اللي اتعود عليه، ومحدش عايز يقول الحمد لله. واحيانا بيبقى عندنا طريقة في تفكيرنا في الاستحقاقية عالي جدا، انا استحق المزيد. وده مرض تاني وهنتكلم عنه في حلقة لوحدها ان ما كناش اتكلمنا عنه بالفعل. راجل نرجسي، ست نكدية، حتى لو هي نكدية شوية انت ما بتقدرش تستغنى عنه. حتى لو هو نرجسي شويتين انت مش بتقدر تستغني عنه. حتى لو انتوا الاتنين تعبانين وبتشتكوا من بعض احيانا، انتوا ما تقدروش تستغنوا عن بيتكم واولادكم. اتقوا الله في نفسكم، واتقوا الله في اللي معاكم، واتقوا الله في المعلومة اللي انتوا بتبلغوا بيها الناس. وكلام للجميع، ربنا بيقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني اتجوز. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني طبعا 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 نتجوز. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني تتجوزي. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. انت آمن رحلتك بنفسك ومالكش دعوة بحد خالص. اللون الاسود في ناس بتشوف ان هو قاتم غامق كئيب، في ناس بتشوف ان هو اشيك لون في الدنيا. اختار لونك بطريقتك وبنفسك، مالكش دعوة بحد من فضلك. دي نصيحة لوجه الله، وربنا يرزق الجميع بالزواج المريح ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.